الراجل الوحيد في الفيديو هو اللي لابس بدلة رقص قدامك ده. انا عايزك تتفرج وتشوف القرف بعينك بقى. ده واحد كان بيحب واحدة وتقدم لها مرتين واهلها رفضوا، وهو والبنت مصممين على بعض قوي. اهلها يسكتوا؟ لا، ما يسكتوش الرجالة ازاي؟ ده يقوموا خاطفين الولد ضاربينه لحد ما يغمى عليه، يصحى يلاقي نفسه لابس بدلة رقص في قلب الشارع. اي راجل طبعا مستحيل يلبسها الا لو على رقبته، بس الله اعلم بظروف الولد، يمكن دي قدراته وهو ما يقدرش فعلا يعمل حاجة او يقاوم. انت ما تعرفش هو حصل معاه ايه وقتها، فما ينفعش تحكم عليه برضه وتقول انا لو مكانه كنت هعمل وهسوي، لان انت مش مكانه. ما تعرفش هم مساومينه على ايه او ضربوه ازاي، ممكن اصلا ما يكونش في وعي وقتها. فحقيقي الناس دي لازم تتحاسب، لان الدنيا مش بالافتراء ومش بالعافيه. هو تقدم لبنتك مره واثنين وثلاثه وانت رفضته ومفيش اي مشكله، لم بنتك، ما تخلوش يا سيدي يعرف يوصل لها باي شكل من الاشكال. لكن تمسك الواد تقلعه مالته وتلبسه بدله رقص في نص الشارع، والناس الناقصه عماله تشجع وتهيص، ومحدش ذكر في الشارع حب يدافع عنه. ليه يا عم؟ هو احنا فين لا مؤاخذه في اخر الزمان؟ مع ان اللي واقفين دول كلهم شويه عيال ملهاش لازمه، قسما بالله جوز رجاله يدغدغوهم في بعض. جماعه الحياه مش بالعافيه، والنبي اهدوا كده وعقلوا، علشان خاطر الجامد في اللي اجمد منه، ومفيش واحد ما بيتضربش، كله بيتضرب. انت مش اقوى واحد في الكون. نصيحه مني بقى لوجه الله، محدش يعمل حاجات زي دي قدامي، عشان لو رقبتي هتروح هدافع. يعني أنتوا أجا طلب يد بنتكم بالحلال وهي بدها إياه تروح أن ترفضوا ماشي بنمشيلك؟ هذا أنت يا مرضى أنفسيين بتفعلوا فعلتك الوسخة. إيش ذنب يصير فيه اللي سويتوه؟ أي والله دين ما عندكم. قلبي محروق على امي. والاهل رافضينه. البنت هربت وراحت لاخته. اهل البنت راحوا لهم البيت ما لقاهوش، قالوا لاهله خليه يجي ونجوزها له. خدوه من وسطنا ومرمطونا وبهدلونا وخدونا ومشيوا، وانا بعمل لهم شاي. يعني أنتم كذبتم عليه وعلى أمه بحجة أنكم ستزوجونه بنتكم، ولكن اختطفتوه بينما أمه تحترمكم وتعد لكم الشاي. أولا لماذا الكذب؟ ثانيا أن الشاب وبنتكم يحبون بعضهم البعض ولم يفعلوا المنكر بل بالطريقة الإسلامية، وهذا هو المقابل. استغفر الله يا رب. دول بقى 4 عيال للبيع او للتنازل، او حد يكون ما بيخلفش مثلا، مش عنده عيال. 4 عيال فضلت شقيانة عليهم 6 سنين، وقبل 6 سنين 10 سنين، وابوهم رميهم. وحاليا خلاص احنا ما عندناش مكان، يعني ما عندهمش مكان بقى يقعدوا فيه. الشقة اللي كانت حيلتنا، اللي كانت لمانا الإيجار القديم، خلاص احنا اتطردنا منها بسبب أبوهم. لحتى الآن مع المرأة ما عدا تركها وتنازلها عن أبنائها. لكن كيف بهذه السهولة تتركي أولادك؟ أكرمكم الله، حتى الحيوانات ما بتترك أولادها حتى لو تعرضوا للموت، أما أنت تركتيهم وبسهولة. الآن كيف شعور أولادك بعد صدمة تخليك عنهم وبكفيهم، صدمة تخلي أبوهم عنهم؟ أنت مصدر الأمان الوحيد، هم الآن فقدوا أهم مصدر للأمان. كيف شعورهم بس حد يقول لأولادك حتى أبوك وأمك تركوك؟ بس الحمد لله أصحاب الخير مثل وزير العمل تحركوا ووفروا عمل مع شقة لها وللأولاد. المهم في الموضوع لا تتخلى عن أولادك مهما كانت الأسباب، والله يعينها ويكبر في حالها. عندنا في الوزارة علشان ما تسيبهاش في قطاع خاص، يبقى تشتغل فترة وبعدين تمشي. طالما هيتوفر ليها فرصة عمل فإن شاء الله يبقى في فرص إن احنا يعني نلاقي حاجة، بس أنا يعني ما بحبش أقول الحلول المتعجلة.